لو انت فاكرة ان الراجل ما عندوش نقطة ضعف امام المرأة تبقي غلطانة، بس مش زي ما انت فاكرة. تعال اقول لك 5 حاجات مهمين جدا هنعتبر الحاجات دي بتكون نقطة ضعف عند الراجل. رقم 1، الراجل عموما يبان لك من بره انه قوي جدا، لكن من جواه بيكون طفل صغير. يعني لما يحس ان في انسانة حاسة بيه بتفهمه وبتقدره من نظرة عينيه، خلاص كده بالنسبة له وقع في الفخ. الراجل بيكون عايز واحدة تفهمه من غير ما يتكلم. رقم 2، وهي نبرة صوتك اللي بتدل انك انثى. نبرة صوتك وهي اللي بتدل على انوثتك. حتى لو بتتكلموا مع بعض مهم جدا انك ما تخرجيش بره نطاق انك انثى في طريقة كلامك واسلوبك، طبعا بنبرة صوتك. حتى في مناقشتك معاه مهم جدا نبرة صوتك تكون حنينة، عشان بالطريقة دي عقله هيأكد بانك فعلا فيكي انوثة حقيقية. وطبعا اللي بقوله ده لما يكون ان شاء الله جوزك. رقم 3، الراجل عموما بيفضل الإنسانة اللي بتثق فيه وبتديله إحساس بإنه راجل قد الدنيا، مش كل شوية تقول له كنت مع مين وفين وإزاي وليه والكلام ده. بالعكس، إنما الإنسانة اللي بتقول له دايما أنا واثقة فيك وأنا عارفة إنك قد الحاجة الفلانية دي، أو أنا عارفة إنك قدها. ثقتك فيه مهمة جدا. رقم 4، اللي دايما بتشجعه حتى لو ابتدى من الصفر. الراجل بيحب يحس انه بطل في عيون حبيبته حتى لو كانت الدنيا كلها مش شايفاه. يبقى انك تدعميه وتقفي معاه ده مهم جدا. رقم 5، مش الشكل ابدا هو الاساس، انما رقتك واسلوب التفاصيل الصغيرة دي الراجل ممكن يتأثر بيها جدا، غير طبعا طريقة مشيتك وسلوكك مع كل الناس اللي حواليك. فلو عرفتي بقى توصلي لل5 حاجات دول مش بس هتكسبي قلبه، ده هتخليه كمان ما يعرفش يعيش من غيري. لو عجبكم الكلام ده ما تنسوش لايك ومشاركة علشان غيركم يعرف، واكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر نقطة مهمة في اللي قلته، وما تنسوش متابعة علشان اللي جاي ان شاء الله.